في الاستخدام الغلط. ثاني شيء ان الشامبو يستخدم مرة او مرتين في الاسبوع. 3 ان الزيت بعد يستخدم نفس الشيء مرة او مرتين في الاسبوع. والصغار ما يستخدمون صبغات ولا حنة. وبعد طريقة تمشيط الشعر. تمشيط الشعر إذا شعر مش شاربك أو شابك مع بعضها يمشطونه من تحت إلى فوق. ولازم يستخدمون مشط دل واسع، المشطة الواسعة كذي، لأن المشط اللي صايرة بهالشكل اللي متلاصق مع بعض بيؤدي إلى تساقط الشعر، لأنه بيسحب الشعر بقوة. ثاني شيء قللوا من استخدام الاستشوارات. طفل صغير ليش يستخدم استشوار يا حبيبي؟ ما يستخدمون له استشوار، ما يستخدمون له وكثر الاستشوارات ما على يوم من السنة مناسبة عندنا، أو إن إحنا حابين نطلع يا أصدقائنا أو نطلع يا ربعنا أو نطلع يا أهلنا، مو مشكلة نستخدم استشوار يخلي الشعر ناعم. ترى هذا الشعر اللي عنده شحين مليف على قولتهم أو الكيرلي شعرها، هذا مطلوب حبيبتي، يدفعون عليه فلوس عشان يسوون شعر نفس شعرش. حتى لو تفلينه وتروحين العرس إبه ما حب يلاحظ ان شعرش كذي. الله حلوة، اهم شيء تحطين ايش مكياج عدل. زين المهم، وقص الشعر من تحت كل شهر، يعني تستخدمين الزيت المناسب، وان تقصين شعرش على الاقل، مو كل الشعر لازم للنص ولازم لفوق، لا كل شهر حبيبتي قص الشعر. انا ما علي من الايام الزينه، ما لي الايام الزينه، بس هو حلوه. واذا اعطيتين شعرش قصه احد انتبهي، يعطي شخص مو حسود، يعني اذا اعطيتي شعرش الى شخص حسود بحد كلهم. في بعض الصالونات يحط الشعر بهم حتات، حت فحاسبوا لهاي النقطة. مو كل يد طول الشعر في يد إذا قصت، لأن نيتها وسخة. إذا قصت الشعر يحت وطيح يصير ينقرعه. عرفتون؟ يعني مو من الشامبوهات ولا من الزيوت طريقة الاستخدام.